اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل توست في البيت. نص كيلو دقيق، شويه ملح صغيرين، معلقه سكر، مساح معلقه خميره، مساح معلقه بودر. انا هنا الاساس بتاع العجينه المساح معلقتين خميره. وهنا هتاخد العجينه من كوبايه ونص، كوبايه وربع، الكوبايه ونص ميه على حسب العجين معايا. انا عايزه العجينه تبقى طريه مش يابسه. هبدأ أعجن. هي هنا خدت معايا كوباية ونص. الأساس بتاع العجينة معلقة زبدة، لكن أنا المتاح عندي معلقة سمنة، فأنا حطيتها وهلم بيها العجينة وهشربها للعجينة. وكده العجينة بقت كويسة معايا، بس ناقصها شوية عجن عشان أنا عايزة أطلع منها عرق. ما تنسوش أهل غزة من دعواتكم. كده العجينة بقت جاهزة معايا، خدمتها كويس. هلفها وهركنها ترتاح 10 دقايق بس. انا مش عايزاها تختمر، انا عايزة الاختمار يكون وهي في القالب. انا قطعت قطعة كبيرة وقطعة صغيرة عشان القالبين اللي عندي مقاساتهم كده. هبدأ ابطط والفها زي رغيف الفينو، وهبدأ اضغط كويس عشان مساماتها تبقى مش مفتحة، ما فيهاش فراغات، مقفولة، والمسامات تبقى مظبوط. اهو زي ما حضراتكم شايفين بضغط وبلم الجناب وبضغط. اضغطي على قد ما تقدري. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. زي ما حضراتكم شايفين انا بلمها وابرمها رول واضغط عليها لحد ما ابرمها كلها وتخلص معايا كده ما شاء الله. هبرمها رول اهو زي ما انتوا شايفين كده، وهقفلها من تحت وبقفل الجناب بتاعتها كده. هجيب القالب هحط فيه نقطة زيت وهبدأ ادهنها بالفرشة زي ما حضراتكم شايفين كده. وهشيل قطعة العجين احطها، هسيبها تختمر. هي خدت معايا ساعة ونص على ما اختمرت. ما شاء الله احنا قطعناها وبقت جاهزة معانا وشكلها تحفة. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. اشوفكم على خير.